السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في غوتي كويزين. مرحبا بكم كل المشتركين القدم وجدد نقول لكم باللي مرحبا بكم في قناتي المتواضعة، ونشكر الأخت صفية واللي جاو من طرف الأخت صفية، نشكرها شكرا وراكم فرحتوني، ربي يفرحكم إن شاء الله. ومرحبا بكم في قناتي المتواضعة، ونقول لكم الدار داركم والقناة قناتكم. وقبل كل شيء نبدأ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم نبدو في المادلين. عندنا مادلين يعني خفيف وبالشي اللي يكون عندك. عندنا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، عندنا كاس نتاع ياغوت، عندنا نص كاس تاع الزيت، وعندنا كاس تاع السكر، وعندنا لافاني، وعندنا لاليفير، وعندنا قرصان ملح وشويه تاع الخل. شوفوا معنا، واللي بغى الوصفه كامله يلقاها في صندوق الوصف، يعني المقادير كلها في صندوق الوصف. هكذا تكسروا البيض، نبدو بالبيض والسكر. بسم الله. ونديروا قرصتنا تاع الملح اللي ما نستغناوش عليها، يعني ها هي قرصه ملح، ونديروا سكر فانيلي. ها هي لافاني، نزيدوا معها لافاني، وفي هذه الاثناء نخلطوها بالخلاط الكهربائي، واللي ما عندهش خلاط كهربائي يقدر يخلط غير بيده، ماشي مشكل. بعد ما حصلنا على هذا الخليط كيما هكا، نزيدو الزيت تدريجيا، يعني كيما هكا غير كي الاخر، وحنا نخلطو ما نحبسوش الخلاط. هكذا شوفوا كيفاش هكذا، وحنا نخلطو بدون ما نحبسو. هنايا نزيدو الياغوت بنكهه الفانيلا اللي كنا قلنا لكم، وانتوما تقدروا ديروا باي نكهه تحبوها، تقدروا ديروا بذوق البنان، يعني البنان ثاني ذوقه شباب، ديروا كيما هكذا وتزيدوا تخلطوا. ونديروا دروك نعاودوا في هذه الاثناء نزيدوا كاس تاع الفرينه هكذا، ونزيدوا فوقه لاليفير اللي هما 2 ساشيات، يعني هكذا، يعني بسيط تقدر ديره اي وحده ديره، ماشي. وفي وقفه يوجد لك، في وقفه ينحي لك حيره وينحي لك ثاني مع الدراري يجوا من المدرسه يسيبوه جاهز. ها هو نغربلو الكاس الاول ونخلطو غير هكذا بدون ما نديرو الخلاط الكهربائي، يعني غير هكذا تحاولوا باش تدخلوا الفرينه في الخليط هكذا. وصدقوني والله لا يخرج من اروع ما يكون، جربوه والله ما تندموا باذن الرحمن. وفي هذه الاثناء نزيدو 2 معالق نتاع الخل، خل ابيض او خل عادي تاع سلطه، يعني انا عندي ابيض درت ابيض، 2 معالق يعني هكذا. ونزيدو الكاس الثاني نتاع الفرينه. هذه هي لاستيس باش الاخر يجيك شباب المادلين، يعني ويجيك خفيف ويجيك اسفنجي. ونخلطوا كل شيء مع بعض هكذا عادي. هو دروك باغي نزيدو 2 معالق، ها شوفوا بالكاس بنفس الكاس 2 معالق نتاع فرينه، يعني مازال ما حصلناش العجين اللي انا باغينه هكذا. وتخلطوا عادي وتدخلوا الفرينه هكذا وتخلطوا. إلا تحصلوا على هذا الخليط، شوفي كيما هكذا، يعني تحصلوا على رقم 8 هكذا. هذا هو الخليط، هذه هي الكثافه تاع الخليط، يعني درنا 2 كيسان ونص نتاع فرينه هكذا. وشوفوا ماذا بكم تشوفوا على هذا، كنت باغي نوريكم هذو، نشارك مع خواتاتي هذو ملاح، هذا الكواغط نتاع المادلين هذو شابين مشمعين وزينين وعمليين اكثر من الاخرين، يعني المادلين يتنحى لك بالخف.
تعمروه في غراف هكذا ولا كشبول كيما هكذا، وتبقوا تفرغوا في النص، يعني ما تعمروش المادلين كامل هكذا، وتفرغوا غير في النص. شوفوا كيما في هذه الأثناء تقدروا تزيدوا أي مكسرات عندكم، وبما أنها قناتي قناة البسطاء أنا خليتها لكم على طبيعتها هكذا. شوفوا وجد معنا المادلين، شوفوا ما شاء الله بارك الله كي خرج يعني من أروع ما يكون، وصدقوه ريحته تشهي ولا أروع، وسيو والله ما تندموا. وشوفوا معنا حبة، شوفوا كيفاش خرج قطني ما شاء الله. انا ما بغيت لا نزينها لكم لا والو، وانتم تقدروا تزينوه باي شيء عندكم، بالشونتي يعني شويه مكسرات، شويه كونفيتير، باي حاجه تبغوا تزينوا بها معليش تجيكم. ونقول لكم شهيه طيبه للجميع، ودمتم في رعايه الله وحفظه. ومن هذا المنبر بغيت نشكر اختي الوحيده، نشكرها راها مدعمتني ان شاء الله، وربي يديرها في ميزان حسناتها والله يشفيها ويعافيها.